تعالوا نعمل فطير مشلتت فلاحي زي اللي في الأرياف بالضبط، مورق جدًا زي ما أنتم شايفين وطري طراوة، وطريقة الفرد سهلة جدًا، هتخلّيكِ تعمليه أي وقت. أنا أي وقت لمّا الولاد بيطلبوه مني في ثانية باقوم أعمله ما باشيلش هَمّه، لإنه سهل جدًا في الفرد وطريقته ما فيش أسهل من كده وجميلة وطعمه رهيب بجد. عندي كمية دقيق اللي أنتم عايزينها، ده كان كيلو إلا ربع دقيق على قد الصينية اللي عندي بتعمل كيلو إلا ربع تبقى حلوة مضبوطة عليها. وبتبقى فطيرة كبيرة وحلوة كده. وعندي شوية مَيّة كده وعليهم إيه، نُص معلقة صغيّرة ملح ومعلقة سُكّر، مش عايزين تحطّوا سُكّر ما تحطّوش، الفطير المشلتت الأساسي ما فيهوش سُكّر أصلًا، بس أنا باحب أحط سِنّة سُكّر بس. وبعد كده بقى إيه، شوية بشوية نزوّد لحد ما إيه، يبقى عندي عجينة متماسكة مش بتلزّق، عشان كده باقول لكم ما تحطّوش المَيّة، لإن المَيّة ما لهاش معيار، يعني الدقيق لو اديتِك معيار لأ، أنتِ حطّي كمية الدقيق اللي أنتِ عايزاه، إن شاء الله تعملي 10 كيلو دقيق. وحطي بقى مَيّة وعليها ملح وسُكّر أو ملح بس، وافضلي زوّدي شوية بشوية لحد ما تبقى معاكِ عجينة مش بتلزّق زي كده. لمّا تماسكت شوية، عجينة الفطير عامةً بتحتاج تبقى إيه، معجونة كويس جدًا علشان تفرديه ويبقى سهل معاكِ في الفرد ويطلّع لِك نتيجة حلوة. بعد ما عجنته بتعجنيه بقى لحد ما يبقى ناعم كده، هتاخدي لِك 5 دقايق والّا أكتر كده 7، 8 دقايق، تلاقيه بقى معاكِ كده ناعم وجميل. بعد كده بقى إيه، قطّعيه لكِوَر، لأ كل ما تبقى الكِوَر أصغر هيبقى سهل معاكِ في الفرد والطريقة تبقى أسهل بالنسبة لِك. أنا قطّعته 4 كِوَر، عايزة تقطّعي أكتر قطّعي، أنا بالنسبة لي الحجم ده مضبوط وحلو جدًا. بعد كده بقى إيه، زي ما أنتم شُفتوا حطيت شوية زيت كده، ممكن تحطيه بقى في الصينية وتغطيه بكيس بلاستيك أو بلاستيك wrap. أنا على الرخامة كده أنا هافرد على الرخامة، فهازيّدها أصلًا، فرُحت على جنب على الرخامة كده وحطيتهم وسِبتهم يرتاحوا. سيبيهم بقى أقل شيء نُص ساعة، وسيبيهم بقى بالساعتين تبقى أحلى وأحلى، يبقى سهل في الفرد زي ما أنتِ شايفة كده. وبنفرد بزيت عشان الزيت أسهل، ما تحطيش سمنة، السمنة إحنا هنحطها جوّه الفطير، لكن الزيت هو اللي على الرخامة. الزيت بيخلّي العجينة معاكِ بتزحلق كده وجميلة وسهلة جدًا في الفرد، بطريقة الفرد البسيطة اللي أنتم شايفينها. بما إنها مش كبيرة يا دوب على قد الرخامة، لكن أنتِ لو عايزة تفرديها مش على الرخامة، عايزة تفرديها وأنتِ قاعدة على صينية عندِك كده ألمونيا، أي حاجة براحتك اللي أنتِ عايزاه stainless زي ما أنتِ عايزة. أنا بالنسبة لي أسهل حاجة على الرخامة وأنا واقفة كده وما بتاخدش وقت أصلًا، والعجينة ما دام مرتاحة مش هتغلبِك، هتبقى سهلة معاكِ في الفرد. ومش كل أنواع الدقيق تبقى حلوة، يعني أنا جربت أنواع كتير جدًا في الفطير، الدقيق ده بالذات اللي عجبني اللي أنا عاملة بيه اسمه لمّتنا، مع إنه مش أحسن حاجة في الكيكات والحاجات دي، في الكيكات في حاجات تانية جربتها أحلى، بس هو حلو في الفطير بالذات. لو عايزين تعملوا فطير جربوا لمّتنا هيعجبكم جدًا. وبعد كده باقي نلمّها زي ما أنتم شُفتوا كده ونحطها على جنب ونغطيها بنفس البلاستيك، وبعد كده ناخد الكورة اللي بعدها وهكذا، نفس الفكرة. أنا بقى الفكرة عندي إيه، إن أنا باحط دول كلّهم جوّه بعض، وممكن ما احطهمش كلّهم جوّه بعض، ممكن أعمل الكمية دي على فطيرتين كده حجمهم وسط، ونعملهم في صينية وسط كده. ممكن نعملهم زي ما أنا عملت فطيرة كبيرة في صينية، الصينية بتاعتي حجمها، يعني أنا قِستها قبل كده بالمتر ده 42 سنتي. فأنتم ممكن يعني تعملوا بقى إيه، في صينية عادي صغيّرة، صينية 30 سنتي، صينية ما اللي أنتم عايزينه، اللي أنتم عايزينه، بس طبعًا كل أمّا هتصغّري الصينية قلّلي بقى عدد الكِوَر عشان ما تبقاش تخينة over، يعني اللي هي لو أنتِ أنا بقى كده مش باعمله رقيق أوي، أنا باحب برضه تخين شوية، باحب يبقى إيه، القلب بتاعه ده البنات عندي بيحبوه القلب الطري ده. فممكن ترقّقي أكتر من اللي أنا عملته، ممكن تتخّني براحتك زي ما أنتِ عايزة. وبعد كده بقى إيه، نفس الكلام تالت كورة ورابع كورة وكل حاجة، وبافضل إيه، أدهن سمنة، بادهنها الأول قبل ما أقفلها، وأحط الكورة وأدهن فوقيها برضه، وكل طبقة بنحط إيه، دهنة سمنة بسيطة كده، سمنة على زيت، سمنة بس أنا فاردة بالزيت، فأنا إيه، حطيت سمنة. ممكن إيه، تحطي mix مع بعضه وتبقي بإيدِك كده، بس أنا ما سيّحتش بصراحة السمنة أصلًا عندي، يعني إيه، سايباها كده إيه، مدفّياها حاجة بسيطة جدًا اللي هي لسه متماسكة، مش يعني مش سايحة.
بعد ما خلصت الكميه كلها لازم نسيبه يرتاح شويه. اجيب الصينيه اللي انا هفرده فيها واسويها فيه واغطيه بنفس كيس البلاستيك عادي، ندهنها بس دهنه سمنه كده واغطيها واسيبها 5 دقايق. ال5 دقايق دول انا بسخن فيهم الفرن. لازم الفطير يستوي في فرن سخن جدا. هو بيستوي على يعني ايه، لما تدخليه فرن البوتاجاز اللي هو تحت خالص فوق النار، يعني مش في الوسط او كده، لا الرف اللي هو على طول فوق النار. وبتفرديه بقى ايه، المفروض لو عندك وش لبن او قشطه يبقى تحفه بقى يعني، بس انا ما كانش عندي فحطيت معلقه سمنه افرده بيها كده على الوش. لكن لو يستحسن لو حاطه وش لبن بيديكي نتيجه رهيبه يعني. او قشطه طبعا، على يعني ايه، يعني قشطه، اما القشطه اللي هي الوش بتاع اللبن. بعد ما يستوي بقى بسويه من تحت كويس قوي، بعد كده ارفعه فوق تحت الشوايه وافتح الشوايه ايه بس اخد بالي ايه عشان ما يتحرقش وياخد لون حلو كده. بصوا بقى التوريقه حاجه كده تحفه بجد، جميل جدا. اعملوه ان شاء الله يعجبكم ومش هبطلوا تعملوه في البيت ابدا. بس بالله عليكم بقى ما تنسوش اللايك، عشان لايكاتكم قليله يا جماعه، معنى كده مش بيعجبك في فيديوهاتي. لو بتعجبكم اثبتوا لي بقى باللايك.